وانا قاعد بقلب على السوشيال ميديا وعمال اشوف ايه الجديد وايه الاخبار، وطبعا الاخبار كلها زي ما انتم شايفين الحاله حوالينا صعبه. قلت لما اشغل ايه حاجه كده فرايحي، اجيب فرح كده واشوف اغنيه في فرح وبتاع. المهم ان لقيت الراجل ده بيقول كده: اللي انت مسجلها حياتي من ناس اخواتي. خدت الصدمه بقى، اللي هو تخيل ان انت مثلا تبقى راجل كافحت وطلع عين اهلك وسافرت ورحت وجيت واشتغلت، وحبيبتك او خطيبتك صاينه العرض والعهد ومستنياك، وانت خلاص هتتجمعوا مع بعض وهتعملوا فرح وبتاع، وانت مسجلها حياتي، وهو يجي في الفرح يقول لك اللي انت مسجلها حياتي لا مؤاخذه من الناس. ايه اللي انت مسجلها حياتي من ناس اخواتي. ده ما بيتقالش هنا، فاهم؟ دي اصلا تروح تقولها كده في خماره مع عند واحد طالع عين من الدنيا ومتخان من حبيبته وقاعد مولع البتاع لا انت مسجلها حياه كده. المهم اللي انا راودني سؤال مهم قوي، لماذا بيعملوا هذا؟ وفي نفس اللحظه افتكرت ايه ده احنا عاملين هنا سلسله اسمها لماذا بيعملوا هذا. طب يلا. بس قبل ما يلا بنقول ايه؟ ما تنساش تدعي لاخواتك بالنصر، تدعي لابويا بالرحمه. وعزيزي الصديق اهلا بيك في فيديو جديد. السلام عليكم. اعمل لايك، دي حاجه بديهيه بقى، فاهم؟ مش عايزين نلوك فيها مع بعض. اعمل لايك. والمسابقه المسابقه ولا المسابقه، المهم ان هي ما زالت مستمره، وهنقول على اللي كسب في الفيديو اللي فات هنقول عليه النهارده، وكمان في سؤال جديد في خلال الحلقه هتلاقيه. يلا بقى نبتدي، بس ما تنساش تعمل لايك، وتعالى نشوف لماذا بيعملوا هذا. نور، ايه يا بيومي؟ انت كنت بتكلمي مين؟ ما كنتش بتكلم، انا كنت بتصور. طب وريني تليفونك. التليفون التليفون فصل اهو. فصل؟ فصل. طب قومي اعملي لي اكل. يا عم يا صباح الفل يا مدهول. لا بجد ده مش رياكشن واحد بيتخان، يعني ما ينفعش تكون لما بتتخان بتجوع. طب قومي اعملي لي اكل. يعني ايه اشوف مراتي بتخني قدام عيني؟ طب قومي اعملي لي اكل. يلا. حاضر. انت يا مايل، انت قاعد بارد كده ليه؟ اقف كلمني. شفت اللي انت شفته بعينيك ده؟ ياما ما انا سالتها وهي قالت لي انا كنت بتصور. خيبة امل فيك. انت يا ابني ايه؟ انت طينه، ما تفهم شويه، بقولك بتخونك. ياما ما انا ممكن اكون ظالمها. ايوه ممكن اكون ظالمها ياما. اصل ده ممكن يبقى الذكاء الاصطناعي، انت ما سمعتش عنه؟ ممكن الواحد يبقى بيتصور وطالع جنبه واحد تاني عادي جدا. انا جاي عشان اقول لك كلمه واحده. ظالمها ازاي يا اسطى؟ لا مؤاخذه. ظالم؟ انت بتكلم واحد يا منيل. انت يا ابني هتفهم امتى؟ هتغير امتى؟ هتبقى عندك نخوة رجوله امتى؟ انا مش عارف ياما، انا لما اتاكد منها ابقى اطلقها. صوت ولم عليك الناس. والله يا خالة خساره في الصويت. اصل انت هتصوتي وتنبحي صوتك والناس تتلم وتصدع وحوار على ايه بقى؟ ما هي الجنازه حره بس الميت كلب، مش هو اللي كلب. يعني الدور اللي هو بيأديه دور حيوان حرفيا. يعني ازاي يا اسطى تتاكد من ايه؟ لا مؤاخذه. لما اتاكد منها ابقى اطلقها. صوت ولم عليك الناس. انت شفتها بعينك. طب روح ياما خش جوه. اروح فين؟ روح يا اما دلوقتي، عشان انا باين انه جوعت زياده. ولا روح يا اما دلوقتي. طب قومي اعملي لي اكل. اروح فين يا دي؟ انت شكلك مش تربيتي خالص. انت ايه تخيخك كده ليه؟ مش تربيتي كده يا خاله، هي مش تربيه اصلا. هو ما ترباش عموما، فاهمه؟ دي فطره، ده حاجات بنتولد بيه يا راجل. ده الكلاب في موسم التوازج ايه؟ بقول لك كلمت الولد في قدامك ده، انا مرياك في المرايه. ما ياما المرايه كانت صغيره ياما، ما انت برضو جايب مرايه قد الطبق كده. مش دليل. كل ما المرايه بتكبر دليل الخيانه بيوسع بس. انا كنت واقفه في ظهرك، كنت هموتها بايديا دول. طب ياما معلش خش جوه دلوقتي، خش جوه. وهتعمل معاها ايه يا منيل؟ لما اتاكد الاول انا اطلقها. انا هموت منك دلوقتي. هتتاكد ازاي؟ لا مؤاخذه برضو. ما تتاكد الاول. يعني انت اما شفتها بخلقتك وبعينيك مش متاكد؟ ما ترد عليا، انت هتجنني. انا مش عارف اقول لك ايه ياما، ما بقول لك خش جوه. بقول لك مراتك بتخونك تقول لي خش جوه؟ بقول لك انت شفتها وهي بتتكلم مع الولد في قلب التليفون. ياما انا ممكن اكون ظالمها، انا سالتها لسه. هتجيب لي السكر يا ابني؟ انت هتلقطني يا ابني. خلي عندك نخوه شويه، ده انت تجيبها من شعرات تسففها التراب. الشقه نضيفه ياما، الشقه نضيفه وما فيهاش تراب. اجيب تراب من هنا دلوقتي؟ انزل الشارع اجيب تراب عشان الناس تضحك عليا؟
طب لما اتاكد. يا اسطى قول كلمه غير اتاكدتي، والله اتاكدتي خيصام، حسيت كروان مشاكل بيتكلم قدامي. اتاكد يعني انا الأول عمال اقول لك ولا- مراتك بسمعها بتتكلم في التليفون. اصل يا ماما لا انت متهيألك ده بتكلم اصحاب. يا ابني مراتك بتخرج كتير. اصل يا ماما لا هي كانت عند امها. اصل يا ابني ده مراتك اتنيلت شايفها في المرايه يا منيل. يو يعني انت عايزاني اطلقها واخرب على بيتي؟ يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اموت نفسي عليك ياض. يخرب بيتك. طب انا عايز افهمك بجد، بس خايف اكلمك على محمل الجد فبتقع مني. انت اصلا انت مش مظبوط، فاهم يعني ايه؟ يعني انت عايزاني اطلقها واخرب على بيتي؟ انا وشي كرمش وانا بسمع. يا ابني ده مراتك اتنيلت شايفها في المرايه يا منيل. يو يعني انت عايزاني اطلقها واخرب على بيتي؟ ياض ما هو ده الخراب بعينه. لما مراتك تخونك اذا هو الخراب بعينه. ما انتش محتاج تطلقها عشان بيتك يبقى خربان ولا لما اتاكد ابقى اطلقها. يخرب بيتك يا منيل عليك وعلى دماغك وعلى سنينك السود. اتاكد ابقى اطلقها. اما تتاكد انت مش هتتاكد لما تلاقي مدخلهولك هنا الشقه. وحياتك حتى لو جابته البيت هتقنعه انه ده النجار اللي جاي يصلح السرير، وضروري يقعد 3-4 ايام على السرير عشان يتاكد انه بقى تمام. ايه يا حبيبي مالك ضارب بوز ليه كده؟ نور انا عايز اسالك سؤال. اه طبعا يا حبيبي اتفضل. وانت بتخونيني؟ انا بعد العيشه دي كلها تقول لي ان انا بخونك؟ لا ده مش تفكيرك، اكيد ده تفكير امك الحربايه، اكيد مقومك على بس جبت لنفسي. هو هيسامح في الخيانه وهيعدي كل اللي عدى ده، لكن امك الحربايه كده انا فهمت. هم عايزين يقولوا بالفيلم ده ان الواد ممكن يسامح في كرامته وفي شرفه وفي بتاع، بس هتيجي عند امه لا، وهيقوم يتعصب عليها وهيديها على دماغها. لا ده مش تفكيرك، اكيد ده تفكير امك الحربايه، اكيد مقومك عليا. لا هو مش مؤمن عليك ولا حاجه. لا مش مقومك عليا، لا انا عارفه انها عايز تخرب عليا. بقول لك ايه، ما ينفعش تقعد في الشقه اكتر من النهارده، لازم تمشي النهارده. تمشي ازاي يا نور؟ زي ما سمعت انا يومك يا بيومي النهارده. اكيد انت يعني. اعوذ بالله من الانسان العبيط. يا نجم النجوم، انت بوظت القصه اللي كانت في دماغي. انا كنت محضر كلام هقوله على اللي انت هتقوله، فانت قلت كلام غير اللي انا كنت مستنيك تقوله عشان الكلام اللي انا هقوله يبقى مترتب على اللي انت هتقوله. يا اصلا انت بقيت عبء عليا والله. انت بقيت عبء، انت بقيت عبء على الجميع، فاهم؟ انت بقيت راجل عبء، حرفيا راجل عبء. يا طنط ايه يا حبيبي؟ بص يا اما يا ريت زمانك تسيب سمحت كلامي. استني وما تتسحبيش من لسانك زي ما انا انسحبت. انا قعدت اقول له انت هتعمل وهتسوي، غير الواقع. فما اهدي موضوع انه صدق كلامك وخيانه وبتاع ويطلق مراتهم طار. في جديد ياما هتسمعيه دلوقتي، اتفضلي. يا ريت تسيب البيت وتمشي. ايه؟ اسيب البيت وامشي؟ ايوه زي ما بقول لك كده. اكيد ده راي الحربايه مراتك. ده انت مدقدق بقى في الشغلانه. يعني انت لما بتيجي تقول لمراتك حاجه تقول لك ده راي الحربايه امك، تقول لامك حاجه تقول لك ده راي الحربايه مراتك. واضح اصلا ان انت رايك يعني. ايوه شايفه الباب منين؟ الباب هناك اهو، وريني عرض كتافك. طب هناك اهو. بص يا اما الكلام اللي تقوله نور يمشي. لا مش هستغرب والله. عادي انه يقول الكلام اللي تقوله مراتي يمشي، او الكلام اللي تقوله لمبه اللي جنبه دي تمشي عادي. واحد عمل كل اللي عدى ده، حاجه انا اعلق له على انه بيقول كلام مراتي؟ حرفيا الراجل عيب. ماشي يا بنتي، ماشي يا بنتي، حاضر. هم ونزاح كانت طبقة على قلبي. فعلا هم ونزاح. بقول لك ايه، البيت بقى فاضي ونلعب فيه براحتنا بقى انا وانت، وعايزك تدلعيني. يا انت مصاب بحاجه معينه انا مش عارفها والله. عارف الناس اللي عندها مراهقه متاخره اللي هم بيبقى كبير ووهطل؟ لا انت بقى ايه، شاب وهطل برضه، اللي هو عندك طفوله متاخره. ايه اللي ايوه فعلا البيت فضي، الثقه وثعت، كانت مضايقه. ايه التعبيط؟ وعايزك تدلعيني. عايزك تدلعيني والبيت فضي اخر هتلعبك بلي في الشقه. لا انا احساسي احسن من احساس عبد الحليم. احسن ازاي؟ ده عبد الحليم لقبوه ملك الاحساس. ازاي؟ نعم. تخيلي بقى ان انا احساسي يتخطاه كمان. لا ثانيه واحده، بص يا جدعان لو ركزت في اللقطه دي هتلاقي مين ده النهر بقى والرياكت والبتاع. في مسابقه عايزين نقول الناس اللي كسبت ونقول السؤال اللي جاي.
اخوكم حماصه اللي ما يعرفنيش يعني. والراجل اللي كسب في المره اللي فاتت او الفيديو اللي فات اسمه احمد محمدين، ظاهر دلوقتي على الشاشه، اظن انت شايف اسمك وصورتك. كلم عبود على الانستجرام عشان ليك مبلغ كويس هتاخده يعني، على النعمه يديكم 200 جنيه وعامل فيلم ماشي. المهم يا جدعان، ده الراجل اللي كسب. بالنسبه لسؤال الحلقه بقى بتاعت النهارده، عبود اليومين اللي فاتوا غير اسم القناه بتاع قناه القصص والرعب والحركات اللي انتوا بتحبوها، ما اعرفش بتحبوها على ايه والله، بس المهم يعني القناه اسمها اتغير. والسؤال بقى اسم القناه الجديد ايه وفيها كام مشترك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقعد نهري بقى وبص خش. لا مؤاخذة يا جماعة، نكمل. دايل يا رب يا رب، هو اللي زي جواية شهيد خلاص. تمام. طب اللي انتوا شايفينه دلوقتي جبس مصر، انتوا عارفينه هو ومراته وفاتحين لايف وبيعيطوا ليه؟ علشان المفروض ان جبس اخوه توفى، هو قال كده، هو نشر كده على السوشيال ميديا، والناس بقى اتقسمت، اللي يقول لك ده بيكذب وبيعمل ترند ومش عارف ايه، وناس تانية تقول لا فعلا شكله متأثر وحزين واتعاطفوا معاه وكل ده. رأيي انا في الموضوع ايه؟ رأيي انه لو ده فعلا ترند فده اقذر ترند ممكن يكون حصل في الكوكب كله، ومنك لله عشان تتاجر بالموت. طب لو اخوه فعلا اتوفى يبقى ربنا يرحمه يا رب، وربنا يغفر له كل حاجة والكلام ده كله. وبالنسبة لجبس منك لله لانك بتتاجر برضه بموت اخوك. ما تقطعوا النور براحتكم، هي كده كده منوره حياتي. لا هم يقطعوا النور عشان ما نشوفكش، دي الحاجه الايجابيه الوحيده في قطع النور، ان احنا ما نشوفش حاجه زي كده يعني بجد. النور يقطع فالنت يفصل فنترحم. طب شحنا الباقه وشفناه؟ اكيد شحناه بفلوس حرام، دي مش محتاجه كلام. الكلام المهم دلوقتي ان اقول لك عزيزي المشاهد، حط لايك من غير تفكير، واكيد طبعا انت عارف ان هقول لك خليك كبير.